طبعا بالنسبة لأهم الأخبار التي تصدرت اليوم الصحف الهولندية وأهم ما جاء فيها. اليوم صباحا استيقظ سكان مقاطعة خرونينن على هزة أرضية قوية وصلت قوتها إلى 3.4 على مقياس ريختر، وتعد واحد من أقوى الهزات الأرضية التي تشهدها المنطقة. يعني نعرف أن منطقة خرونينن تشهد هزات أرضية بشكل متكرر، يعني هزات أرضية بين 1 إلى 2 ولكن الهزة الأرضية التي سجلت البارحة قوتها كانت 3.4%، حيث شعر بها معظم الناس في هذه المنطقة. وكما نعرف مقاطعة خرونينن أسباب التي وراء الاهتزاز الأرض بشكل مستمر هو أن المنطقة معروفة بالغاز، ومنذ سنوات يتم استخراج الغاز من هناك، لذلك تسبب استخراج الغاز في خلل في الطبقات الأرضية التي ينتج عنها الآن هزات أرضية بشكل مستمر. في السنوات الأخيرة تم إيقاف استخراج الغاز بشكل متسلسل. تقريبا الآن لم يعد يتم استخراج الغاز في هذه المنطقة، بسبب المشاكل التي نتجت عن ذلك، من بينهم مشاكل خلل في التربة والهزات الأرضية المستمرة. الحكومة كانت قد عوضت عشرات من المواطنين في هذه المنطقة التي تضررت منازلهم بسبب اهتزاز الأرض بشكل مستمر، حيث نتج عن ذلك تشققات في واجهات المنازل. تم تعويض الساكنة هناك، حتى الأطفال الذين نفسيتهم تضررت بسبب اهتزاز الأرض بشكل مستمر، يعانون من مشاكل نفسية كالخوف مثلا. حتى هؤلاء الأطفال تم تعويضهم من قبل الحكومة بسبب الهزات الأرضية المتكررة في هذه المنطقة. وما كما قلت السبب الرئيسي وراء ذلك هو استخراج الغاز في تلك المنطقة لسنوات. والبارحة سجلت واحد من أقوى الهزات الأرضية منذ سنوات، وحتى بلغت قوتها إلى 3.4 على مقياس ريختر. لننتقل إلى خبر آخر. أعلنت شركات التأمين الصحي الكبرى في هولندا أن أقساط التأمين الأساسية لسنة 2026 ستظل عند نفس المستويات تقريبا، كما كانت عليه في هذه السنة، سنة 2025. هذا أن السنة القادمة أو السنة الجديدة 2026 لن يشاهد المواطنين زيادة في أقساط الشهري لعام كامل. السنوات الماضية مثلا هذه السنة وسنة 2024 شهدنا زيادات تقريبا وصلت إلى 10 يورو، والآن كما صرحت معظم شركات الكبرى للتأمين بأن سنة 2026 لن يكون هناك زيادات في أقساط التأمين. حسب الأرقام تشير الصادرة من شركة أن معظم الباسisverzekering ستستمر بنفس السعر، لن تشهد تغييرا. ممكن أن يكون هناك تغيير طفيف بعض السنتات في الأقساط الشهرية، ولكن لن يكون هناك زيادة كبيرة كما عهدناها هذه السنوات الأخيرة. وهذا الشيء جيد للمواطنين، كل مرة يرفعون مثلا أقساط التأمين وأيضا أقساط يتم رفع الإيجار، والحمد لله هذا شيء جيد أننا لن نشاهد ارتفاع أقساط التأمين الصحي طوال سنة 2026. لننتقل إلى خبر آخر. اعتقال رجل في بلجيكا بعد حادث تصادم خطير بين سيارتين للشرطة على طريق السريع A2 قرب مدينة إندهوفن. الشرطة البلجيكية ألقت القبض على الرجل الذي يبلغ من العمر 41 عاما، يشتبه بتورطه في ذلك الحادث الخطير الذي وقع على الطريق السريع، حيث أصيب شرطيان هولنديان كان يقودان دراجة نارية، أصيبوا بجروح خطيرة. الحادث وقع مساء يوم الأربعاء 29 أكتوبر، عندما كانت الشرطة الهولندية تطارد سيارة أبلغ بأنها كانت مسروقة، وأثناء عملية الملاحقة قام السائق بصدم عدة مركبات تابعة للشرطة، من بينهما دراجتان ناريتان للشرطة، وأسفر ذلك عن إصابة رجلين من رجال الشرطة بإصابات بالغة، إلا أن حالتهما ليست خطيرة.
حسب السلطات الهولندية. بعد التصادم يعني فر السائق من موقع الحادث وترك السيارة المسروقة في منطقة تدعى بيست، حيث أطلقت الشرطة حملة بحث واسعة ووجهت أيضا نداء عاجل للشهود على مساعدة في تحديد هوية المشتبه به. والبارحة تم اعتقال هذا الرجل في بلجيكا، يعني اتضح أنه ليس لديه إقامة ثابتة، والآن سيتم يعني تقديمه للعدالة بسبب يعني المشكلة أو الحادث الذي تورط فيه، يعني سرقة السيارة زائد يعني تصادم أو تسبب في حادثة كبيرة لعدة سيارات من بينهم سيارة الشرطة، وكما قلت يعني أصيب شرطيين في هذا الحادث. ننتقل إلى خبر آخر، عثور على قذائف يعني قاذفة صواريخ وأيضا أسلحة خلال مداهمة بعض المنازل في مدينة لاهاي. يعني الشرطة الهولندية يوم الثلاثاء يعني قامت بمداهمة واسعة في عدة منازل في منطقة مونستر وداندورغ يعني في مدينة لاهاي، وأسفر عن عثور عن قاذفة للصواريخ إلى جانب يعني أسلحة كثيرة وأيضا مواد خطيرة تستعمل في صناعة يعني المتفجرات. وذكرت الشرطة أن المداهمة تمت في ساعات العصر، حيث عثر داخل المنازل على مجموعة كبيرة من الأسلحة، يعني شملت كما قلت أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد متفجرة وألعاب نارية ثقيلة، إضافة إلى كمية من المخدرات. كما أوقفت الشرطة مشتبه بهما خلال العملية بمساعدة يعني فريق اعتقال خاص، وأكدت أن التحقيقات ما زالت جارية، بينما يعني امتنعت الشرطة عن تقديم تفاصيل إضافية حول خلفية القضية أو الهدف من حيازة هذا النوع من السلاح العسكري الخطير. وأشارت الشرطة إلى أن العثور على قاذفة للصواريخ كما تشاهدون في الصورة يعد أمرا نادرا وخطيرا للغاية، يعني يعكس جدية الملف الذي تتعامل معه الأجهزة الأمنية. لذلك الشرطة لا تريد أن تعطي تفاصيل أكثر حول يعني امتلاك هؤلاء الأشخاص لهذا النوع من الأسلحة وما هي الغاية من امتلاكها. ننتقل إلى خبر آخر، عثور على جثة في أمستردام. يعني صباح يوم الأربعاء تم العثور على جثة في المياه، بالتحديد يعني أسفل الجسر في منطقة يعني نيو فيست. قامت الشرطة مباشرة بإغلاق الموقع وإقامة سياج أمني، يعني قامت بتطويق المكان، فيما باشرت فرق التحقيق إجراءاتها الأولية. وحتى الآن يعني لازال لم تعلن السلطات الهولندية عن هوية هذا الشخص وما هي أسباب الوفاة. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الموقع الذي عثر فيه على هذه الجثة تحت الجسر يعني تطلب تنسيقا خاصا لانتشال الجثة من المياه وتأمين المحيط. يعني لا تزال جميع احتمالات مفتوحة أمام التحقيق، سواء كان الأمر يتعلق بحادث أو انتحار أو جريمة. وتجدر الإشارة بأن المنطقة التي عثر فيها على هذه الجثة يعني منطقة تشهد حركة مستمرة من قبل المشاة وأيضا أشخاص الذين يكونون على متن الدراجات الهوائية، يعني شارع أو ممر دائما يكون فيه ازدحام، مما يجعل يعني ما حصل أو هذه الجريمة محط اهتمام للسلطات في إطار متابعة السلامة العامة. يعني الموقع الذي عثر فيه على هذه الجثة يعني موقع يكون فيه حركة كثير، يوجد فيه يعني الناس يعني يستخدمون ذلك الممر. لذلك الآن يعني الشرطة في تحقيق يعني سريع لمعرفة أسباب هذا الجثة وكيف وصلت إلى هناك. هذه هي أهم الأخبار التي تصدرت الصحف الهولندية. شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم.